مساء الخير، انا مريت والنهارده بقى هعمل لكم صينيه مكرونه بالبشاميل. بس حاجه كده من الاخر، هقول لكم كل التريكات اللي انا بعملها وازاي تطلع كده جوسي، والبشاميل بتاعها كتير وسايح وغني قوي من غير ما يكون فيه كريمه، وفي نفس الوقت تقدر تبقى محتفظه بالقوام بتاعها كده. حتى لو الجو عندكم برد هيفضل دايما البشاميل كده بتاعها سايح وطعمه جميل. وتابعوا الفيديو عشان تعرفوا الخطوات اللي انا بمشي عليها، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها. اول حاجه بعملها هو انا هسلق المكرونه. حطيت ملح وزيت في الميه اللي هسلق فيها المكرونه، واستعملت هنا كيلو من المكرونه اللي هي الاقلام دي او الصوابع. وهسيبها يعني تستوي 3/4 تسويه. وبعد ما تستوي يا جماعه انا مش هشطفها تحت الحنفيه، انا بس هصفيها وهحط عليها كده حته سمنه او شويه زيت وهقلبهم علشان يعني خاطر ما تجلدش معايا. بعد كده هحضر اللحمة المفرومة بتاعتي. انا بحب قوي اعمل اللحمة بتاعت المكرونة بالبشاميل بالصلصة، فهقول لكم الخطوات اللي انا بعملها عشان انا عارفة في ناس مش بتعملها بالصلصة. انا حطيت هنا شوية سمنة فلاحي مع زيت، وهبتدي اشوح فيها النص كيلو من اللحمة المفرومة. وبعد كده على النص كيلو ده هضيف بصلة كده يعني كبيرة شوية، وهبتدي ان انا اقلبها مع اللحمة المفرومة. وبعد 3 دقايق كده اضيف البهارات بتاعتي بقى: ملح، بابريكا مدخنة، فلفل اسمر، وشوية جنزبيل، وشوية قرفة، وشوية كزبرة، يعني حاجات بسيطة من كل حاجة كده، وهقلبهم كلهم مع بعض. وبعد كده بقى هضيف المرحلة دي عصير من الطماطم. او عايزين تضيفوا صلصة، عايزين تعملوا ميكس بين الصلصة والعصير الطماطم برضو بيكون حلو، بس انا بحسها طعمها احلى بكتير لما بتكون بعصير طماطم بس من غير الصلصة. ومش بحط برضو كمية كتيرة زي ما انتم شايفين، عشان انا مش عايزاها تبقى الصلصة كتير قوي. اللي هو سوري، اللحمة المفرومة تشرب الصلصة كده وبجد بيبقى طعمها جميل قوي. نيجي بقى للبشاميل. انا ضفت حوالي كده 4 معالق كبار من السمنة الفلاحي، وضفت عليهم كمان 3 معالق كبار من الزيت. حابين تضيفون كلهم سمنة مفيش مشكلة، بس انا عملت ميكس كده بين الزيت والسمنة. السمنة الفلاحي بتفرق قوي في الطعم عن اي سمنة تانية. بعد كده هبتدي اضيف الدقيق، برضو ضفت حوالي 7 معالق دقيق مليانين قد الكميه اللي ضفتها من السمنه. اهم حاجه ما نكترش الدقيق قوي، يعني تحسوا الدقيق خلاص ضاف في السمنه وعمل كتل بسيطه، مش اللي هو بقى متكتله قوي. باي مضرب بقى عندكم هتبتدوا ان انتوا تقلبوا السمنه والدقيق كويس قوي مع بعض. كل ده شغاله على نار شويه عاليه لحد ما الاقي ان الدقيق كده داف في السمنه كويس قوي وطلع ريحه كده حلوه. وبعد كده ابتدي بقى ان انا اضيف الحليب. بصوا، علشان المكرونه تطلع معاكم، سوري، المكرونه بشاميل تطلع معاكم كده فيها بشاميل حلو كتير وسايح وكده، فهتحتاجوا تستعملوا كميه لبن. يعني مثلا على كيلو المكرونه ونص اللحمه المفرومه انا استعملت حوالي كيلو ونص من الحليب. تمام. بيبقى الكيلو ونص دول بيكفوا الصينيه كلها، عشان احنا هنحط على المكرونه نفسها بشاميل، اللي احنا الطبقات اللي احنا بنحطها، فيعني هيكفي من فوق ويكفي المكرونه نفسها، فكيلو ونص حلو قوي. دلوقتي انا الكيلو ونص الحليب اللي انا هضيفه بحط عليه ملح وفلفل اسمر، وممكن تعملوا كمان رشه بسيطه قوي من جوز الطيب وتقلبوهم مع بعض. ده بالنسبه للحليب اللي احنا هنضيفه. انا مش هضيف كريمه ومش هضيف في ناس بتحب تضيف يعني كريمه او جبنه او كده، انا مش هعمل كده، انا عايزه الطعم الاصلي بتاع البشاميل. هبتدي بقى في المرحله دي ههدي النار قوي، وهنزل بالحليب واحده واحده، وهقلب. اول ما انزل اقلب كويس، يعني انا ايدي شغاله بالايدين، ايد بتقلب وايد بتكب الحليب. فالموضوع بيكون سهل على فكرة، ومش بيكتر ولا بيكلكع ولا الكلام ده خالص. الموضوع كله ان انتوا على نار هادية، يعني تكبوا الحليب واحدة بواحدة لحد ما تخلصوا الكمية كلها. ابتدوا بقى ان انتوا خلوا النار عالية شوية متوسطة، وتستمروا في التقليب لحد ما تلاقوا القوام بتاع البشاميل ابتدى يتقل معاكم، ومش عايزينه تقيل قوي، لا احنا عايزينه كده يعني في النص، لان هو برضو لما بيهدى بيتقل اكتر، فاحنا هنخلي القوام بتاعه في النص علشان ما يكونش تقيل قوي. برضو لما بيكون تقيل قوي ما بيكونش حلو. الحاجة اللي انا بضيفها وبحسها بتفرق بقى في الطعم بتاع البشاميل
وبرده ده اختياري، هي القشطة. والقشطة دي كمان حتى انا مش شارياها، انا بكون محوشاها. في كل مرة بجيب حليب وبغليه بحطه في التلاجة بيعمل وش تقيل، وبفضل احوشه. فانا ضفت حوالي معلقة بس من القشطة جوه البشاميل، وسايبة الباقي بقى عشان هنعمل بيه الوش الحلو اللي انتوا شفتوه في بداية الفيديو. بس هستمر في التقليب لحد ما انتوا شايفين القوام بتاعه بقى عامل ازاي. ابتدى ان هو يتقل بس ما يكونش تقيل قوي. انا جبت اكبر صينية عندي، تمام، دهنتها برضو معلقة كده كبيرة من السمنة الفلاحي. وبعد ما ادهن السمنة هبتدي ان انا احط بقى يعني اول جزء من المكرونة. انا دايما بخلي جزء المكرونة الاكبر في قاعدة الصينية مش من فوق. المكرونة ديت انا بحاول افكها بايدي كده، وهضيف عليها بقى حوالي كده ايه كبشتين من البشاميل، يعني ايه مش مليانين قوي. وزي ما قلت لكم المكرونة انا ما شطفتهاش، ده بيخلي البشاميل والمكرونة كده يمسكوا في بعض ويبقوا كلهم حتة واحدة، وبيخلي الطعم حلو قوي على عكس لما تشطفوا المكرونة. بحسها لا بيفرق في القوام والطعم لما تبقى كده. هقلب البشاميل والمكرونة كويس مع بعض، وبعد كده بقى هضيف اللحمة المفرومة. كده وزعت المكرونة كويس، هبتدي بقى ان انا اوزع اللحمة المفرومة زي ما انتم شايفين. شكلها يعني شاهي كده ولونها جميل، وبجد يا جماعة بتفرق قوي لما بتكون معمولة بالصلصة على غير لما تكون معمولة من غير الصلصة. يعني بحس ده الطعم الاصلي بتاع المكرونة اللي اتعودت اكله من زمان. يعني كانت تيتا دايما تعمل مكرونة البشاميل دي فبتعملها كده بالشكل ده. في طبق تاني بقى حطيت بقية المكرونة وضفت عليها برضو كبشتين كده من البشاميل، وقلبتهم مع بعض بره عشان افردهم بسهولة في الصينية. ودي كمية بقى البشاميل اللي اتبقت، دي الكمية اللي انا هحطها على الوش بتاع الصينية. زي ما شايفين الكمية كبيرة. دلوقتي بقى اللي بيخلي لون البشاميل وبجد طعمه يا جماعه بيبقى حلو قوي، ان انتوا تحطوا عليها قشطه. دي قشطه زي ما قلت لكم اللي انا محوشاها، ودخلتها بقى الفرن كده قعدت حوالي 40 دقيقه تقريبا في الرف اللي في النص. وفي الاخر بشغل الشوايه علشان تاخد اللون الجميل دوت، وبتكون جاهزة معايا. انا بحب اقطعها وهي سخنة، تمام. حابين تقطعوها وهي دافية شوية، هتطلع القطعة بقطعتها والبشاميل بتاعها كده حلو وسايح وطعمه جميل. وهتدوقوا احلى بشاميل لو عملتوا نفس الخطوات دي.